يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة هتاخدنا لعالم السينما، واللي هنشوف فيها بشكل حصري كل الافلام اللي هتكون معانا في 2025، واللي بالمناسبة السنة دي هتكون قوية جدا انتاجيا، وهنشوف فيها عدد كبير جدا من الابطال. قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالفيلم رقم 1 في قائمتنا، واللي هيكون فيلم فرقة موت من بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنى شلبي ومحمود حميدة. قصة الفيلم بتحكي لنا عن الضابط عمر اللي هيجسدها أحمد عز، وبيتم تكليفه بمهمة القبض على خط الصعيد آسر ياسين، فبيدخل معاه في صراعات ما بيعرفش نهايتها في دايرة من الأكشن والإثارة. الفيلم بيشارك فيه أبطال كبار جدا، ويعتبر من أكتر الأفلام المنتظرة في 2025. الفيلم من إخراج أحمد علاء الدين ومن تأليف صلاح الجهيني. الفيلم رقم 2 في قائمتنا هيكون فيلم هابي بيرث داي من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة وحنان مطاوع. الفيلم بيقدم لنا قصة اجتماعية عن أهالي الريف اللي مضطرين يشغلوا بناتهم عاملات في بيوت الناس، وبتبدأ قصتنا في عيد ميلاد كبير لما طفلة صغيرة بتشتغل عاملة في بيت أم مطلقة وعندها ابنة من نفس السن، والبنتين بيكونوا أصحاب جدا. الفيلم بيقدم لنا فكرة مختلفة ومميزة جدا ما شفناهاش كتير في أفلام قبل كده. الفيلم من إخراج وتأليف سارة جوهر. الفيلم رقم 3 معانا هيكون فيلم حدوتة الأيام الباقية من بطولة أحمد حاتم ومريم الخشت ومراد مكرم. بيبدأ الفيلم في إطار من الدراما عن زوجة بتواجه صعوبات كتير جدا مع جوزها اللي بيشتغل مهندس كمبيوتر، وبتحاول تبذل مجهود كبير عشان تحافظ على استقرار أسرتها رغم المشاكل المحيطة بيها. الفيلم من إخراج محمد جمال العدل ومن تأليف محمد صادق. الفيلم رقم 4 في قائمتنا هيكون فيلم هبتة الجزء الثاني المناظرة الأخيرة من بطولة منى شلبي وكريم فهمي وسلمى أبو ضيف وأسماء جلال. الفيلم بيحكي لنا عن العلاقات العاطفية وإزاي المشاعر ممكن تتغير، وبيكشف لنا جوانب عميقة جدا عن مدى تأثير العلاقات العاطفية في حياتنا، وإزاي العلاقات ممكن تتطور بشكل ما نقدرش نتوقعه لدرجة تقلب كل الموازين. الفيلم من إخراج هادي الباجوري ومن تأليف محمد صادق. الفيلم رقم 5 في قائمتنا هيكون فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وطارق عماد. بتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينات عن راجل محتال وشخصية جذابة جدا، وعايش حياة مليانة بالتحديات والمخاطر، وعن طريق الصدفة بيلاقي نفسه تحول لبطل شعبي، ومن هنا حياته بتتقلب تماما. الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف وسام صبري. الفيلم رقم 6 في قائمتنا هيكون فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت. الفيلم هيكون اجتماعي كوميدي مع لمسة رومانسية، وهيكون مناسب للمشاهدة العائلية وكل الناس، وده هيكون تاني عمل فني للفنانة هنا الزاهد مع تامر حسني بعد نجاحهم الكبير جدا في فيلم بحبك. الفيلم من إخراج سارة وفيق ومن تأليف أيمن بهجت قمر. الفيلم رقم 7 في قائمتنا هيكون فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وخالد الصاوي وطارق عماد. الفيلم بيتكلم عن شابين بيورثوا ورث كبير جدا، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيكتشفوا حقيقة الورث ده، وفي أحداث مفاجئة جدا بالنسبة لهم، وعشان كده مسميينه سيكو سيكو، فبيقرروا انهم يتخلصوا منه تماما، وده اللي بيخليهم يمروا بمفارقات كتير كوميدية جدا. الفيلم من إخراج عمر المهندس ومن تأليف محمد الدباح. الفيلم رقم 8 في قائمتنا هيكون فيلم الست من بطولة منى زكي ومحمد فراج وعمرو سعد وأحمد داوود وضيوف شرف مهمين جدا منهم النجم الكبير أحمد حلمي. الفيلم بيحكي عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم والمحطات البارزة في حياتها من أول بداياتها في عالم الغنى لحد وصولها لفترة معاناتها مع المرض واللي أثر على حياتها الفنية بشكل كبير. الفيلم من إخراج مروان حامد ومن تأليف أحمد
محمد مراد. الفيلم رقم 9 في قائمتنا هيكون فيلم الصفا الثانوية بنات من بطولة علي ربيع وأسقس ومحمد ثروت. الفيلم رياضي كوميدي بيعرض لنا فرقة رياضية من مجموعة بنات بتدخل عدد من البطولات في كرة السلة على مدار مباريات المدارس، وبيجسد علي ربيع خلال أحداث الفيلم دور شاب صعيدي طموح بيتنقل للتدريس في مدرسة في القاهرة، وده اللي بيخليه يتعرض لمواقف كوميدية كتير. الفيلم من إخراج عمرو صلاح ومن تأليف أمين جمال. الفيلم رقم 10 في قائمتنا هيكون فيلم الأرض السوداء من بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار. الفيلم بيحكي لنا عن ضابط شرطة بيكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في الدول الأوروبية، والظروف بتوقعه في طريق بنت بتشتغل غواصة في البحر الأحمر وعايشة في الجونة، وهنا بتبدأ رحلتهم سوا اللي بتكون مليانة بمواقف كتير ممتعة ومغامرات كلها أحداث مثيرة جدا. الفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي. الفيلم رقم 11 في قائمتنا هيكون فيلم الغربان من بطولة عمرو سعد ومي عمر وأسماء أبو اليزيد. الفيلم بيبدأ بجو من الإثارة والتشويق في سنة 1941 تحديدا خلال الحرب العالمية الثانية، وبيحكي لنا عن الصراع اللي دار بين الجيش الألماني والإنجليزي في الصحراء الغربية، وعن معركة رومل في العالمين وهزيمة ألمانيا في إطار أكشن تشويقي مليان بالمغامرة والإثارة. ويعتبر الفيلم من أقوى وأضخم الأعمال إنتاجيا في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من إخراج وتأليف ياسين حسن. الفيلم رقم 12 في قائمتنا هيكون فيلم شريط 6 من بطولة خالد الصاوي وهدى المفتي وعمرو وهبة. الفيلم بيحكي لنا عن طبيب أمراض نفسية بيحاول يحل مشاكل الشباب اللي بتواجههم في حياتهم عامة، لكنه بعد ما بيعرف عنهم أكتر وعن مشاكلهم وأزماتهم اللي بيعاني منها أغلب الجيل الجديد، فبيكتشف إن الموضوع مش بالسهولة دي. الفيلم من إخراج محمد سلامة ومن تأليف محمود حمدان. الفيلم رقم 13 في قائمتنا هيكون فيلم الشاطر من بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب. الفيلم بيحكي لنا قصة الشاطر حسن اللي بيقع في حب بنت الوالي اللي بيسعى للقبض عليه، فبتطلب من باباها إن يدي حسن شوية وقت لحد ما يترفع أمره للسلطان، ومع الأحداث بيطلب السلطان إنه يشوف حسن، فبتقدر بنت الوالي إنها تقنع أبوها إنه يروح مع حسن للسلطان. ومن هنا قصتنا هتقدم لنا حكاية الشاطر حسن المتعارف عليها ولكن بشكل جديد تماما. الفيلم من إخراج وتأليف أحمد الجندي. الفيلم رقم 14 في قائمتنا هيكون فيلم أحمد وأحمد من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي. الفيلم هيكون أول عمل مشترك بين السقا وأحمد فهمي، واللي هيقدموا لنا فيه قصة أكشن كوميدي كلها مغامرات ومواقف مضحكة كتير ومختلفة ومميزة عن كل اللي شفناه من السقا قبل كده. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال. الفيلم رقم 15 في قائمتنا هيكون فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد. بتبدأ أحداث الفيلم عن بنت شاطرة جدا في الملاكمة، وبعكس المتعارف عليه البنت دي بتشتغل بودي جارد لرجل أعمال مهم، وبتاخدنا قصتنا لمواقف كتير كوميدية وأحداث مثيرة جدا. الفيلم يعتبر تصنيفه أكشن كوميدي وبيقدم لنا شخصية جديدة جدا لدنيا سمير غانم. الفيلم من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف كريم يوسف. الفيلم رقم 16 في قائمتنا هيكون فيلم إن غاب القط من بطولة آسر ياسين وأسماء جلال ومحمد شاهين. الفيلم هيقدم لنا قصة اجتماعية خفيفة في إطار من الكوميديا بين آسر ياسين وأسماء جلال، اللي هيكون أول تعاون ما بينهم في بطولة مشتركة، وكانت هنا الزاهد هي المرشحة الأولى للفيلم ده، لكن لظروف خاصة بيها اعتذرت وأخدت الدور أسماء جلال، واللي هيقدموا لنا قصة مليانة بأجواء كوميدية مختلفة. الفيلم من إخراج سارة نوح ومن تأليف أيمن وطار. الفيلم رقم 17 في قائمتنا هيكون فيلم أسد أسود ومن بطولة محمد رمضان وعلي قاسم وماجد الكدواني. الفيلم بيحكي لنا عن قصة تاريخية مليانة أكشن بتدور أحداثها في زمن 1280، وهي فترة ثورة العبيد اللي بيجسد فيها محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، وبيقود ثورة ضد الجيش العباسي في حقبة المماليك، في أجواء كلها إثارة وأكشن تاريخي مميزة جدا. الفيلم من إخراج وتأليف محمد دياب. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بالأفلام اللي عجبتك ومستنيها خلال السنة دي، وما تنساش كالعادة تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات
الحلقات اللي جاية.